هاد المغربي عطانا القصه ديالو باش تكون عبره. هاد المغربي كيعيش في ايطاليا، وهاد القصه هادي خاص كلشي ياخذ منها واحد العبره اللي كبيره بزاف، ومنبقاوش نزربوا. ولولا لطف الله لكانت غتوقع واحد الكارثه وواحد الجريمه في هاد العائله هادي. والسبب ان هاد السيد اللي خدام في ايطاليا، هاد المغربي، مخلي المراه ديالو مع باه وامه وخوه ناض باغي يفسد مع الزوجه ديال الاخ ديالو. وتصنتوا مزيان وخذوا العبره. واحد الدري خدام في ايطاليا، دوز سنين وخدام مزيان، عنده غير خوه واحد، وعنده باه وامه، وبنى ليهم الدار السفلي والفوقي. والدري بدا كيكبر شي شويه. واحد النهار امه وباه قالوا ليه ولدي دابا انت ما خاصك حتى شي خير، خدام على راسك، عندك فلوسك، عندك دارك، عندك كل شيء، علاش ما تزوجش؟ نوض تزوج، انت راك نسيتي راسك. هاد الدري هذا مرضي، قال لي مصافي يا امي وبا توكلوا على الله، لا كاينه شي بنت الناس نتوكل على الله. وفعلا تعرفوا على واحد البنت اللي درويشه ومزيانه وبنت عائله مزيانه. ومني جا قالوا ليها تواصلوا معاه وكل شيء، ومني جا قالوا ليها ولدي هاد البنت راه كنعرفوها بنت عائله وبنت مخلقه، وهذه هي اللي غادي تصلح لك. وهذا الابن قال لهم اللي درتوها الوالدين ديالي انا معاكم. وفعلا تزوج بهاد البنت وتهلا فيها مزيان وجابها للدار وسكنها الفوق، وباه وامو وخوه ساكنين لتحت، على اساس حتى تكون الظروف مواتيه وغادي يديها معاه لايطاليا. المهم عايشين بخير وعلى خير، ما خاصهم حتى شي خير. حتى لواحد النهار هاد الزوجه هادي تهز التليفون وعتبقى تبكي على الزوج ديالها اللي كان في ايطاليا، وعاد تقول ليه عتقني، راه خوك ما بغاش يقيلني. قال لها كيفاش؟ قالت لي خوك راه كيتحرش بيا وراه كيشدني من يديا وكيبقى يجرني، وراه مده هادي وانا ما بغيتش ندير المشاكل، ودابا صافي راني ما بقيتش قاده نصبر. والدري بقى تيغوت في التليفون، وهز التليفون عيط لبا وامو، دار واحد القيره كبيره، وهز التليفون عيط لخوه، بقى تيهدد في خوه وقال ليه غادي نهبط، غادي نحيك من الدنيا. اشنو كمشيتي كتبسل ليا على المراه ديالي، وغادي نهبط، غادي نصفي عليك، وغادي ندير لك وغادي ندير لك. والسيد شعلات فيه العافيه. هذا المغربي اللي في ايطاليا هز التليفون عيط للامن المغربي، عيط للامن وحكى لهم الموضوع ديالو. قال لهم انا مخلي مرتي مع با وامي وعندي خويا تما، وخويا هاش كيدير وهاش كيدير وهاش كيدير، دابا راه غادي نهبط، غادي نصفي عليه وغادي ندير ليه وغادي ندير ليه. وانا دابا باغي نرفع شكايه بهذا الاخ ديالي لانه كيدور ليا بالمراه. وناض هذا الامن بقى تيبرد فيه، قال لي صافي توصلنا بالشكايه ديالك، خلينا نديروا خدمتنا. وهذا الدري هذا اللي في ايطاليا قال لهم من هنا يومين 3 ايام غنكون عندكم. وفعلا الامن مشى لعند الدار، من بعد ما خد العنوان مشى للدار ديال هذا الدري هذا، وهضروا مع الاب والام وقالوا لهم عندكم ولدكم فلان في ايطاليا؟ قال لهم اييه. قال لهم شكون تيعيش معكم هنا؟ قال لهم كاين غير انا والمراه ديالي وكاين ولدي ومرت ولدي. كاين شي مشاكل؟ قالوا لي ما كاين حتى شي مشاكل الحمد لله. قال لهم العلاقه ديالكم مع مرت ولدكم؟ قالوا لي العلاقه مرت ولدنا راه دايرين ليها بحال بنتنا وكثر، الى درجه اننا جايبين خدامه ما كنخليوهاش تحط يديها في الماء القليل، تماره ما عندهاش، اللي بغاتها كديرها واللي بغاتها كتاخذها، ودايرينها فوق كفوف الراحه وتاج فوق راسنا وكنعاملوها مزيان. قالوا لهم والعلاقه ديال ولدكم معاها؟ قالوا لهم عاديه ما كاين حتى شي مشكل. وما يمشيو للمراه قالوا لها قلتي لراجلك بان خوه كيدير لك وكيدير لك؟ قالت لهم قالوا لها غدوزي عندنا انت وشيخك وهذا. قالوا لهم كاملين عدوزوا عندنا للمركز غدا الصباح باش نفتحوا معكم التحقيق. وفعلا لا غدا مشاو فتحوا التحقيق مع الاب والام نفس الكلام، بان الامور مزيانه بزاف. فتحوا محضر مع المراه، دارت شكايه على اساس ان الاخ ديال الزوج كيتلوط عليها وكيدور بها وكيجرها، وفين ما كيلقى شي فرصه بوحدها كيتلاوح عليها وباغي يطيحها وباغي يدير. وداروا هادشي كامل في المحضر ومضات عليه. طبعا مني سولوا بغاو يديروا التحقيق مع الابن مسكين مني ساق الاخبار، داك خوه هرب، خاف وهرب. مني سولوا الاب قالوا لي فين ولدك؟ قالوا لهم ما عرفتوش فين. قالوا لي تقلب عليه فين ما كانوا تجيبوا لينا. قال لهم صافي. وفعلا سدوا معاهم المحضر ومشاو
وهذاك الاب قلب على الابن ديالو، ولا غدا في الصباح جابوا للمركز ديال الامن وفتحوا معاه تحقيق. قالوا لي كيفاش دايره العلاقه ديالك مع مرت خوك؟ قال لهم العلاقه ديالي مع مرت خويا كانها الاخت ديالي، ما كنهش فيها العين ديالي. قال لي وكيفاش هي كتهمك بكذا كذا كذا؟ والدري بدا كيبكي. قال لهم انا براسي ما عارفش علاش اتهمتني بهاد التهمه هذه، وانا هذيك مرت خويا وكنشوف فيها اكثر من اختي، ما عمرني هزيت فيها العين ديالي وكنحترمها، وانا براسي ما عرفتش علاش اتهمتني بهذا الاتهام هذا. وتيبكي. وسدوا معاه المحضر وقالوا لي سير تنعيطوا لك. المهم بعد يومين كيجي داك السيد اللي في ايطاليا، وكيجي مباشره من المطار للمركز ديال الامن. دخل عندهم لقى هذا السيد اللي كان فاتح مع التحقيق ما كاينش، خارج الخدمه، خارج عنده خدمه خارج المركز ديال الامن. هما يعيطوا ليه قالوا ليه السيد اللي في ايطاليا اللي فتح معاك اللي دار الشكايه عندك راه جا، هو يجي في ديك الساعه هذاك اللي فاتح معاه اللي دار عنده الشكايه من ايطاليا. فتح معاه تحقيق ونفس الهضره، قال لي خويا ما اتصلت بيا المراه وكتبكي واش كيدير خويا واش كيدير خويا وانا باغي نتابعو قضائيا. المهم سلام سد مع المحضر، قال لي من هنا يومين تجي عندي. مشى هذاك الابن، مشى هذاك اللي جا من ايطاليا مشى بحالاته. سمعوا مزيان سمعوا مزيان. من بعد يومين هذا رجل الامن جاي يدخل المركز، كيلقى داك السيد اللي جا من ايطاليا جالس في واحد القهيوه مقابله مع المركز، يلا باغي يدخل وبدا تيعيط ليه الشاف هو يوقف ليه. قال لك جا عندي عطيته الخاطر، قال لي الشاف راه عندي مستجدات في هذه القضيه هذه. قال لي واخا شنو هي؟ قال لي واش نقدروا ندخلوا للمركز؟ قال لي مرحبا دخل دخلوا. قال لي راه انا مني جيت عاد تفكرت بانني قبل ما نسافر، حيت هذه المراه مني تزوجتها راه ما تزوجتهاش على حب، راه والديا هما اللي جابوها ليا. وزاد كيحلف تيقول لي والله لا بقات عليا مرا، والله لا والله حرمت عليا كما حرمت الكعبه، والله حرام عليا كما حرمت عليا الام ديالي. داك الرجل قال لي الامن، قال لي اش وصلنا لهذا الشيء شنو كاين؟ قال لي راه قبل ما نمشي لايطاليا كنتذكر وانا كنت ناسي هذه القضيه، شريت لمرتي واحد الايفون وانستاليت فيه واحد لابليكاسيون اللي كتسجل المكالمات ونسيتها، وعاد تفكرتها وقلت لمرتي اري التليفون ومشيت لديك لابليكاسيون فتحتها ولقيتها باقا خدامه، ودخلت لقيت مسجله فيها جميع المكالمات. وهاد لابليكاسيون مني درتها ما كتبانش في ليكرون، انا اللي كنجبدها. قال لي ومن بعد قال لي ديت المكالمات سمعتهم كاملين وديتهم وحطيتهم في السيدي عند مول التليفونات، هكا السيدي عطاه الرجل الامن. قال لي شنو في هاد المكالمات؟ قال لي راه ما كاين لا تحرش لا حتى شي حاجه خويا، ما داير حتى شي حاجه خويا، بريء. وهاد الخطه دايرها الام ديال الزوجه ديالي مع الزوجه ديالي باش يطيحوا التهمه على الاخ ديالي، باش نجي انا ونخرجها نديها اما تجلس مع دارهم واما نكري ليها باش نزرب في الاجراءات ونديها معايا لايطاليا. وهاد الخطه دايرها الام والزوجه ديالي، وانا صافي غنطلقها وحرمت عليا الطلاق الثلاث. هذا رجل الامن شد السيدي وسمع تاكد من المكالمات وقال ليه سير وما تقول لهم والو. وعيط للام والزوجه وفتح معهم تحقيق وقال لهم كاين هادشي اللي كيدير الابن ديالهم، وقعد واجههم بالحقيقه وسمعوا الاوديوات واعترفوا بالحقيقه واعترفوا بالتهمه بانهم هذيك غير تهمه ملصقينها للخو الزوج ديالهم. والدري عاد تابعهم قال لهم انا كنتابعهم قضائيا، الاخ الصغير قال لهم كنتابعهم قضائيا. وفتحوا واحد القضيه وداز ملف ديالها في المحكمه، وتحاكمت الام ب8 شهور وتحاكمت الزوجه ب6 شهور. شوفوا القباحه فين وصلت، وشوفوا التهمه اللي كانت تقدر بسبب هذه التهمه كانت تدمر عائله وتقدر تطرح حتى جريمه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنتمنى خوتي تاخذوا عبره من هذه القصه وما تبقاوش تجربوا، ودائما احبكم في الله. نتمنى الاخوان يكون هذا المحتوى اللي كنقدم في هذه القناه كينال الاعجاب ديالكم، والا كان الاخوان كينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديروا ابوني. حنا قريبا نوصلوا ل 3000 بغينا نوصلوها بالدعم ديالكم ان شاء الله، غادي نوصلوها وانا عارفكم قادرين ديروها وقادرين ديروا كثار الاخوات في هذه القناه المتواضعه. المهم الاخوان تابوناو، لايك، تعليق، وتهلاو.